عندك تصميم شهادة تقدير وأسماء كتير عاوز تعمل لهم الشهادة بالتصميم ده وفي وقت قليل، يبقى الفيديو ده ليك. أنا محمد تاج، وتعالى نسهل برنامج الوورد مع بعض. دلوقتي ده شيت مبعوت لي موجود فيه أسماء الناس اللي اتخرجت من الكورس، موجود فيه كمان الديت أو التاريخ اللي اتخرجوا منه، وكمان الريتنج أو التقدير بتاعهم. وده تصميم الشهادة. المفروض إن أنا أعمل لكل شخص شهادة تقدير على حدة. وطبعا لو أنت بدأت تاخد التصميم وتبدأ تكتب وتعدل كل شوية هتبدأ تاخد وقت كبير جدا. طيب تعالوا نعمل ده بسهولة جدا. هتروح على ميلينجز، هتبدأ تقول له ستارت ميل ميرج، بعدين ليترز، وبعدين تيجي عند سيلكت ريسيبنس. طبعا انت لو ما عندكش شيت تختار تايب نيو ليست. هنا انا في حالتي دي عندي شيت فهدوس تاني واحده، وبعدين اروح احدد الشيت بتاعي شيت الاكسل واقول له اوكي. هعمل اديت عشان خاطر بس اتاكد ان كل الداتا هنا متعلم عليها وكله تمام. هقول له اوكي. هو كده هنا فاهم ايه ان انا عندي عناوين وعندي داتا، وبدا ان هو ياخدهم. طيب هتبدا تعمل ايه تاني؟ كل اللي عليك تعمله ان انت تحدد الجزء ده اللي هيتكتب فيه الاسم، بعدين تعمل انسيرت ميرج. هتلاقي الثلاث عناوين اللي موجود في الشيت اللي انت شفته اللي هو النيم ديت ريتنج. وهتبدا ان انت ايه تختار هنا المفروض هيتكتب ايه. فهنا هيتكتب الاسم، تيجي تدوس على دي وتقول له نيم. دوس انتر طبعا عشان تنزل الكلام لتحت لو ما ظبطش معاك. هنا الديت هتحدد نفس الكلام، تختار الديت، نفس الكلام تختار الريتنج بكل سهولة. طيب تعالى نبدأ نعمل بريفيو. المفروض كده اهو اهو انت كده بتعرض الحاجات اللي كانت موجود في الشيت. طيب عاوز ان انا ابدا اعمل دلوقتي خلاص كل الشهادات. هتبدا تدوس فينيش ميرج، بعدين اديت انديفيدوال، طبعا هتختار اول عشان تبدا تعمل كل الشهادات الموجوده في الشيت. اوكي. هتلاقيه بقى هو عمل لك ايه؟ عمل لك شهاده لكل شخص باسمه، وكمان التقدير بتاعه والتاريخ طبقا للشيت وبيانات الشيت ده. وكده انت عملت اكتر من شهادة في وقت قليل جدا. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.